بعد الإفطار حبينا نعملوا دورة بالسفير جوي هود. ما ثماش خير من جولة في زناقي المدينة والاستمتاع بقهوة ولا كاستاي في واحدة من القهويها العتيقة واكتشاف معمار المدينة الأصيل. المكان هذا جميل جدا. نعم، هي من أقدم المقاهي في تونس ولها تاريخ كبير وعريق. وممكن نشرب شيء؟ بالطبع. تاي بنعناع بدون سكر من فضلك. وانا التاي بالنعناع من فضلك. بدون سكر. اي شكرا. عايشك. احكي لي اكثر عن المكان. يقولوا اللي المقهى هذا يعود إلى القرن 17 حوالي 1630. مهم أقدم المقاهي في شمال أفريقيا. ما شاء الله. حبيت نوريك حاجة من سطح هذا المقهى، في منظر رائع على جامع الزيتونة، وهو مكان خاص جدا في المدينة العربية. ممكن نروح؟ ايه اكيد. منظر جميل وهادئ. كم عمر جامع الزيتونة؟ جامع الزيتونة هو ثاني أقدم جامع في إفريقيا، وهو يعود إلى أواخر القرن السابع ميلادي. كان عندي فرصة لزيارة المركز الإسلامي في واشنطن العاصمة. عندما افتتح كان مسجد أكبر نصف القرى الغربي. جامع الزيتون أيضا أقدم الجامعات أين كان يدرس فيها عديد العلوم، الرياضيات والطب والفقه والجغرافيا، أيضا الهندسة، كل المواضيع. واكتشاف جوي هود للمدينة مازال متواصل.